مساء الخير. ما قدرتش اقاوم اهو. ما قدرتش اقاوم و... وبعمل فيديو. فيديو مختلف، ملوش علاقة بالنرجسية وبالكلام ده. بس يعني فيديو كده كلام من القلب، ليكو لكل اللي على القناة بتاعتي. بس عايزة اشكركم، يعني نفر نفر. بجد كل حد عمل سبسكرايب وكل حد عمل فيو لفيديو، وكل حد عملت لي تعليق، والحمد لله يعني كلكم ستات. كل حد عملت لي تعليق، اقترحت عليا اقتراح، ساعدتني في اني اتكلم في موضوع، او شاركتني لحظة او احساس. بجد انا بشكركم من قلبي جدا. اما ابتديت كوتشنج، او اول مرة ابتدي يعني اكتب بوست، كان من 7 سنين. كان في مارس، كان يوم المرأة العالمي سنة 2016. وعمري ما كنت اتخيل ان انا هيبقى عندي ناس بتقرا البوست بتاعتي. وعمري ما كنت اتخيل ان هيبقى عندي بيج على الفيسبوك بكتب فيها وعليها عليها فولورز. يعني طبعا بالعدد ده كمان انا ما كنتش اتخيل. وعمري ما كنت اتخيل ان هيبقى عندي جرأة ان اعمل فيديوهات. دي كانت حاجة بالنسبة لي خوف شديد جدا. تغلبت عليه، وده طبعا من آثار النرجسية والكلام ده. دي حاجات هنتكلم فيها بعد العيد. هعمل لكم فيديوهات كتيرة علينا احنا بقى، يعني نتكلم علينا احنا، ايه التأثير اللي حصل لنا وبنخاف من ايه وليه، وازاي بنقدر نتخطى الخوف ده. فعمري ما كنت اتخيل ان انا هقدر اطلع في فيديو اتكلم، واطلع في فيديو تلقائيا من غير ما احضر، وابقى مستعده واكتب يعني ما كانتش في بالي مستحيل كنت يعني احلم بده. فوق كده كمان احلم ان عندي ناس يبقوا على قناة بتاعتي ومهتمين وبيقولوا لي يعني مستنيين فيديوهاتك، او ان احنا بنستفيد منك. بجد يعني اكتر حاجة بتسعدني في حياتي ان انا احس ان انا اثرت بطريقة ايجابية، ولو بحتة قد كده. فانا طالعة في الفيديو ده اشكركم جدا، واقول لكم ان اي خوف عندكم عادي جدا نقدر نتغلب عليه ونتخطاه، واحلموا. يعني احلموا قوي. احنا في ايام يعني جميلة على الدنيا كلها، انا متأكدة مش بس علينا. ايام سلام، وايام فرج، وايام رحمة، وايام يعني ايام حلوة. حاولوا تقعدوا مع نفسكم، لو في اي تأثير سلبي حواليكوا ابعدوا عنه. just avoid. مش وقت نحل، مش وقت نتخانق، مش وقت نغضب، مش وقت نحاول نثبت وجهة نظر، مش وقته. خلي ال10 ايام دول يعدوا بسلام، بنفس صافية بينكوا وبين ربنا كده، من غير ما تفكروا في حد. بدعيلكوا كلكم بجد. انا مش اكتر حد متدين في الدنيا اكيد، بس بجد انا يعني من كتر ما انا عايزه اشكركم، فبشكركم كمان بالدعاء. جه في بالي كده حاجه بكلم بيها ربنا، بقول له يعني يا رب حررنا من قيود الماضي. يعني ان ربنا يحررنا من اي قيد مقيدنا باللي فات، سواء بغضب او باحباط disappointment، او بكره او بزعل او بقهرة. نفسي ربنا يفك ده عننا، لانها حاجات مقيدانا احنا للاسف. يعني اي مشاعر احنا حاسينها مش ايجابية ناحية حد، للاسف هي بتضرنا احنا اكتر من اي حد تاني. فبدعي
ان احنا كلنا نتفك من القيود دي وننطلق للمستقبل كده قدامنا في تعافي وفي شفاء وفي سلام نفسي وفي ان ربنا يبدل كده الغضب اللي جوانا ده سلام وامان وحب لكل لحظة احنا عايشينها، لينا وللناس اللي بتعاملنا كويس والناس اللي بتحبنا والناس اللي في ظهرنا، واللي مش في ظهرنا وما بيحبناش او بيعملنا بطريقة وحشة يا رب نعرف نتفاداه او نعمل معاه حدود رحيمة زي ما مصطفى حسني قال في احدى حلقاته. ف بتمنى لكم كل امان وسلام وراحة نفسية. بشكركم جدا ونتقابل ان شاء الله قريب جدا لكم سيري الفيديوهات كده عن الاعتمادية بإذن الله. ربنا بس كده ينزل المعلومات في دماغي وبإذن الله نستفيد مع بعض، لان انا بستفيد منكم على فكرة جدا. انا بستفيد من وجودكم وبستفيد من تشجيعكم وبستفيد من تعليقاتكم ومشاركتكم والحاجات اللي بتقولوها وسط السطور، انا باخدها وبفتكر بيها حاجات وبتعمل عندي ماتيريال اقدر اكلم معاكم فيه. ربنا يخليكم ليا، ويا رب في العشرة الاواخر دول ربنا يستجيب لكل دعواتكم. انتوا بتتعاملوا مع ربنا الكريم الرحيم، احلموا فتحوا الابواب على نفسكم. مفيش باب مقفول اليومين دول، كل الابواب الخير مفتوحه، فبصوا عليها واطلبوها. اطلبوا 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 وربنا ان شاء الله يستجيب. اشوفكم على خير. معاكم ماجي حرفوش.